فين الفول؟ ما تجيبوا العيش. فين الاكل؟ ايه ده يا عيال؟ ده يقصف رقابيكوا، انتوا كلتوا الفول والعيش كله، ده انا عينيا لسه ما رمشتش. احنا ما كناش حاجه. خليل وعبد الصمد هم اللي لهوا في الاكل كله. بس ما تقولش لها في الاكل يا وانت بتاكل اكل ليه؟ انا ما دقتش ولا لقمه يا خالتي. الواد ده يا خالتي كله يجي 10 لقم وحرف من الفول والزيت كمان. انا ده ما تعالوا بقى كلوني، هجيب لكم منين؟ شاريالكم بشيلن فول و1500 عيش على الصبح، ايه عايزين ايه بقى؟ تبلعوني؟ اللي يسمع 1500 عيش ينخض، ما يعرفش انهم 30 رغيف عمي وعيش مرتجع. اخرت يا واد بقى وبلاش لمهضة. انتوا جوعتونا بقى. انتوا هتفضلوا تتخانقوا وما ناكلش. قوم يا واد انت هو، قوم فين يلا. احمدوا ربنا وسيبوا حاجه بقى لابوكوا وامكم. عيب كده. بس تخليني عايزين ناكل بقى. الله ايه ده؟ عبد المجيد، يا عبد المجيد، انت يا ابو خليل. ايه في ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ عايزك تصحى. ايه هو انت وليا كل ما تشوفيني نايم تصحيني؟ هو انت يا اخويا بتعمل حاجه غير نايم يا تيهان؟ انا التيهان يا وليا؟ ولا تزعل، سكران. صباحنا وصباح الملك لله يا وليا. افت عينيا كل يوم على خناق. قول لنفسك، عملت راضي اللي انا بصحيك؟ حد يصحي بني ادم بالزغد والرفس؟ يا اخويا قوم شوف شغلك بلا خيبه. اخص على ملفظك. اسم الله على ملفظك، انت اللي ترد الروح. يا وليا بقول لك اصطبحي. واذا ما اصطبحتش يعني ناوي تعمل لي ايه ان شاء الله؟ هدك راسك دك. انت ده ايه في ايه يا اختي؟ ما تصطبحوا بقى على الصبح. تعالي يا اختي شوفي اسم النبي حرصه يا نعمت، بعد 22 سنة قرف ومر معاه عايز يدك راسي. هو عيب يا سي عبد المجيد. يا اختك هتنقطني هتموتني ناقص عمر. ده انت اللي دفنتني بالحية، هو انا عايشة خالص؟ يا ولية هقطع لك لسانك. ما بس بقى انت وهي مش سامعاها؟ خلاص بقى يا جمالات، خلاص بقى. خلاص ايه؟ وانا سحبه وش الصبح من قدام الباب سكران مدهول. ما انا لازم اسكر واتدهول عشان انسى عشتك اللي تغم. ما بس بقى مش معقول كده. مش سامعاها بودانك ولا ما عشان اختك؟ ما انت برضو جوز اختي وابن خالتي برضو يا عبد المجيد. خلاص يا اختي خلاص، وحياة النبي تصلوا على النبي وتهدوا. يلا يا سي عبد المجيد خد الفوطة هغسل وشك، الفطار جاهز على الطبلية. حاضر حاضر. أعوذ بالله، الجواز قال يغر الجواز اللي بالشكل ده. صباح الخير. مفيش مرة تأكلونا لما نشبع يا بس ولاد يا بنت، اللذينة. بس يا بنت الكتم باش. اتفضل يا سي عبد المجيد اتفضل، اقعد بقى عشان تاكل. ياكل ايه يا حسرة يا اختي؟ يضطر يشوف شغله، الاكل خلاص خلص، العيال لهفوا الاكل كله. انا شايله حبه فول ورغيفين لسي عبد المجيد. بقى عندكم أكل وسايبيننا جعانين؟ اتفضل يا سي عبد المجيد، اقعد. الفول والعشاء. مفيش سلطانية ترشي؟ يا اخويا كل ما تتأمرش. هات لقمة يابا. والنبي لقمة يابا. هات لقمة يابا. يا اخرس يا واد انت هو. هي مظاهرة ولا ايه؟ ما تقعدي تلحقي لك لقمة يا نعمة انت كمان. معلش يا اختي، خليهم ياكلوا بس بالهنا والشفا. ما تجيبوا بقى. اهلا يا نعمة، اهلا. اتأخرت ليه؟ معلش غصب عني. يا سلام، انا والتوتة كنا قلقانين عليكي قوي. صحيح يا سي يوسف؟ طبعا يا نعمة، ما تبقيش تتأخري عليا تاني. اهو الشديد القوي بقى اللي بيخلينا اتأخر عليك. ما انت عارف لازم اقلع خليل والبس منى ودادي نوال وحايل عبد الصمد وحوش رفاعي عن طنطاوي واعمل عروسه قماش لزهره الله. واغلي البزازه العليا. يعني نسيتي عزيزة؟ انساها ازاي؟ ما هي طول الوقت ماسكه في ديلي وهاتي عياط. بتتعبي قوي يا نعمة. مش اختي بقى وجوز اختي واولاد اختي، هعمل ايه يا سي يوسف؟ اهو اسمتي كده بقى، خيبت روحها جابت 11 عيل. 11؟ لو كانت جابت 2 كان بقى حالها احسن. بس ما تنساش بقى ان ربنا عوض لي كل ده فيك انت يا سي يوسف. اهو انا معاك بنسى كل حاجه وحشه وكل حاجه قدامي بتبقى حلوه زي العسل. حقيقي يا نعمة. بص في وشي وانت تعرف. انا شايف جمال رباني سبحان الوهاب، شايف احلى ابتسامة في الدنيا. اهو انت الابتسامه دي يا سي يوسف. نعمة. نعم. يا سلام، كلمة نعم طالعة من بقك زي السكر. يا ترى بقى هتفضلي تقولي لي نعم على طول؟ وانا اقدر اقول لك غير نعم يا سي يوسف؟ مش هتبقى راجلي.
ايه مالك؟ سرحت في ايه اللي واخد عقلك؟ نفسي احقق اللي في بالي. نفسي ابقى حاجة كبيرة قوي. بكرة تبقى حاجات مش حاجة واحدة. انت بس اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. انت مش ناقصك حاجة عشان تبقى حاجة كبيرة قوي. حاجة قد بلدنا دي كلها واكبر كمان. تفتكري كده يا نعمت؟ يعني متهيألك ان فعلا هيبقى لي مستقبل كبير؟ قول يا رب. انا عندي امل كبير قوي في ربنا. يا سلام، ساعتها اعمل لك كل اللي نفسك فيه. فساتين، جلاليب، عفش، حلاوة، حاجات كتير قوي. ساعتها كمان هتزيدي جمال على جمال. بس ازاي وانا حتة موظف صغير في الاصلاح الزراعي؟ الصغير بكرة يكبر. في الوظيفة وفي الاصلاح الزراعي مش ممكن. الصغير يفضل طول عمره صغير، زي عهدة الاصلاح الزراعي بالظبط. عهدته ايه يا سي يوسف؟ حمير ومواشي. عمرك سمعت ان الحمار اترقى وبقى باش حمار؟ باش حمار؟ وحتى لو رقوه لباش حمار انا مش عايزها. انا عايز ابقى حاجة تانية خالص. خلصتي الغسيل يا نعمت؟ هانت، بغسل بايديا واسناني. طب خلصي اوام، خليكي تلحقي تطبخي شويه الباميه القرداحي. ما تقمعيهم بدل ما انت قاعده تأمري ونطيح. عيني علينا، من السنه للسنه لما تخش لنا حته لحمه ولا حته زفر. انت اللي جايباه لروحك. بطلي تبقي زي الارنبه، كل سنه عيل كل سنه عيل. يا اختي اه بكره تتعدل، ربنا كبير. تتعدل مع جوزي ده؟ الدنيا تتعدل؟ دي لو اتعدلت مع الناس كلهم لا يمكن تتعدل مع اللي ما يتسمى راجل عايش لنفسه وبس. يا جمالات يا جمالات، عبد المجيد غلبان وعلى قد حاله. هو اللي مزود الغلب على الغلب، بدل الفلوس اللي بيشرب بيها السم الهري على قلبه يصرفها على عياله، على القرطة اللي مخلفها. هقول ايه منك لله يما، وقعتيني الوقعة السودة دي. امك ذنبها ايه؟ انت اللي وكستي نفسك. العواف يا سي عبد المجيد. يا سي عبد المجيد العواف. مين؟ نعمت؟ ايوه، جايبه لك الغدا. مش عايز اكل. ليه بس يا سي عبد المجيد؟ ده انت طول النهار شقيان مع القطورات. عملت ايه اكل عليه؟ ماليش قيمه خالص. يهو ازاي تقول كده؟ ازاي تقول الكلام ده يا سي عبد المجيد؟ ده اجدع قطر باشاره واحده منك بيركع وينفذ اوامرك. اوامري؟ ده انا محوالجي عامل غلبان في السكه الحديد. قال يعني جبت الديب من ديله. الازازه خلصت ولا ايه؟ يخص عليك كده، الازازه دي غداره زي اختك. اختي ست غلبانه وطيبه وشقيانه يا سي عبد المجيد، الله يكون في عونها. طيبه؟ اختك طيبه؟ ده انت اللي طيبه، انت الوحيده اللي طيبه في كل الهم اللي عندي. اختك يا نعمت زي الازازه دي، دايما تقلي مزاجي ودايما تعمل عكس ما انا عايز. هي اختك اللي شداني لورا، وهي اللي خلتني اصاحب عليها، اعرف در عليها، اعرف الازازه دي. ان شاء الله كل شيء هيبقى علوي يتعدل. امتى انا متجوزه بقالي 22 سنه مورياني فيهم المر، وغير كده وكده سنه تخلف لي وسنه لا. لستر ربنا تخلف سنه وتسقط في السنه اللي بعديها. يعني لو كان عاش كل الولاد اللي بطنها شالتهم كان يبقى عندي دلوقتي 22 عيل. ولو كانت بتاكل احسن من كده بشوية كانت خلفتني في البطن 2، يعني كان يبقى عندي 42 عيل. يا ساتر يا رب. شوف انت بقى الوكسة الدبل اللي كنت حابقى فيها. اسمع يا جوز اختي، انا نفسي اقول لك على حاجه بس مش عايزك تزعل مني. قولي لي يا اختي، قولي لي. ما تخف شويه بقى من الشرب ده. اخف؟ حتى انت يا نعمت؟ انا اصلي قلبي عليك. تبقي مش فهماني. اللي قلبه عليا بصحيح يخليني تايه عشان ما اشوفش الخيبه القويه اللي انا فيها. طب كل لقمه بقى كل. اكل ايه؟ اصل اختك اكلتني ما فيه الكفايه وما زالت توكلني. ظبطتك يا نعمت. فيه ايه يا زهره؟ انت بتعملي ايه؟
باكل لقمة مقددة يا زهرة. ويهون عليكي تاكلي من غير بنت اختك زهرة اللي بتحبك؟ لا ما يهونش، خديها يا اختي. قوليلي بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. الحقي يا نعمة الحقي. في ايه؟ الواد ابن خالة عايشة ماسك السكينة يا اخويا. يا لهوي، ماسك السكينة لاخوك؟ يا نهار زي بعضه. تعالى تعالى وريهوني يا طنطاوي، هما فين؟ في الحر وانا على طول. طب يلا قوام وريهوني. يلا. انا اللي هشرب بالدم. انت تشرب بالدم يا اخي. طب انا هوريك. انا هضربك. ايه يا جماعه سايبينهم بيتعاركوا وتتفرجوا عليهم؟ في ايه يا خليل؟ ارمي السكينه دي من ايدك، ارمي يا مغاوري. اضربه. عيب يا مغاوري، انا زي اختك. يلا معايا يا خليل، يلا ايه اللي جابك عليك. هنا يا نعمة؟ روحي انت بقول لك. اوعي من وسطينا. اروح واسيبك؟ انت مجنون. انت مالك ومالي؟ روحي بقول لك. انا هعرف اربيه. هو فاكر ان السكينه اللي في ايده دي هتحميه؟ ده لو معاه ساطور هدشدشه على دماغه. اوعي كده من سكينتي. انت هتدشدشه على دماغي. طب خد. ابعدي يا نعمة، ابعدي. لا مش هبعد. سيب السكينه دي. انت ماسكه ايدي ليه؟ اوعي ايدي بقول لك. عيب يا خليل، ابعد ابعد عنه. بقول لك اوعي يا نعمة، بقول لك اوعي. وانا بقول لك ابعد يا خليل، ابعد. هات السكينه يا مغاوري، هات ربنا يهديك. ده انت ابن ست طيبه وطول عمرنا حبايب مع بعض. حصل ايه ده كله؟ انتوا مش كنتوا اصحاب؟ لا صاحبي ولا اعرفه. وانا يعني اللي عايز ابص في خلقتك. معلش بكره النفوس تهدى. يلا يا خليل يلا معايا، وانت على بيتكم يا مغاوري. امشي معايا يا عيله اللي بتحميك خالتك. شايفه بيقول ايه؟ سيبيني بقى عليه، انا هوريه شغله. انت اللي جبتي لي الكلام. امشي نجر قدامي. لو كنت فلحت في المدرسه كان زمانك بقيت حاجه عدله بدل صرمحة الشوارع. كنت فين يا نعمة؟ ابدا يا جمالات. ابدا ازاي؟ البت زهرة قالت لي انك رحتي تحوشي عن المدعوق اللي اسمه خليل. اصل بقى يا اختي الواد اللي اسمه مغاوري ابن خالتي كان هيموته احسن. سيبيهم يتفلقوا مع بعض. الله بقى. جرى ايه يا جمالات؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي يسمع كده يقول انه مش ابنك. خش يا فالح اتلقح جوه. الله بقى. بدل ما تدور لك على شغلة ولا مشغلة طول النهار والليل خناق. وانت يا نعم خد الهدمتين دول يا اختي رقعيهم. ما تسيبيش اللي وراكي تاني وتجري ورا المدعوق ده. اسمع، حط السيالة بتاعت الجلابية دي في البنطلون ده، وحجر الهدمة دي لميها على قد ما تقدري. اوام بقى عشان تلحقي تملي الزر اللي قرب يفضى. اوام يا نعمة. بس كده؟ ما عندكيش حاجة تانية؟ والله يا سعيد افندي مش عارف اقول لك ايه. تاخد لك شفطه؟ تعيش يا عم عبد المجيد. بصراحه تقدم لها ناس كتير قوي ودايما بتقول لا. معلش، يمكن يكون لنا احنا نصيب. هي بنت حلال وكويسه قوي. كفايه انها اخت الست بتاعتك. هي احسن من اختها بكتير. لو كان لك نصيب يبقى هتعاشر عن اخت ست في الوجهين، البحري والقبلي. انت بتاخد كام؟ انا اترقيت من اول السنه اللي فاتت وبقيت كمساري تالت. يعني بتحصل لي كده على 13 جنيه وكسور. ياه، انت لوحدك؟ وانت عارف العلاوات كل سنه، وبناخد كمان نسبه لما بنطوق الزباين. ربنا يفتحها عليك ويبعت لك زباين تطوقهم دايما يا ابني. ما تاخد لك بق. ما انت عارف ما بشربوش يا عم عبد المجيد. لا ما تخافش مني، انا عديل يعجبك قوي. يعني اذا كنت عايز تشرب اشرب وتبحبح، ما تخافش مش هطوقك. لا صحيح ما بشربش. قلت ايه؟ اجيب امي؟ ليه كفل الشر؟ عشان يعني نتكلم ونتفق. يا نعمة ده كويس وبيلبس افندي. يا سي عبد المجيد مش عايزة. طب افهم ليه؟ من غير ليه؟ ما فيش حاجة اسمها من غير ليه. ايوه ما فيش حاجة اسمها من غير ليه. انت ناسية سنك قد ايه؟ شوفي حالك وبصي لنفسك. ده اللي قدك اتجوزوا وبناتهم بقوا طول كتافهم. انت بتعايريني يا اختي؟ على الله يحوق فيك امال وتفوقي. افوق من ايه يا ست جمالات؟ ما هو انت يا نعمة اللي مش عاجبك حد، ومن سن 18 سنة بيجيلك عرسان أشكال والوان. إبراهيم رئيس أنفار الترحيل كان عيبه إيه؟ وهنداوي سواق بابور الحرد برضه كان عيبه إيه؟ وعالي وفهيم وغيرهم. وقلنا يمكن مش عايزة فلاحين، جبنا لك لفندي الكمساري. دي بدلته تمام زي بدلة ضابط النقطة. يا سي عبد المجيد مش قصدي كده خالص. امال يا اختي قصدك ايه؟ تكونيش فاهمه انك بنت البرنس عبد الصمد؟
ما تردي يا اختي، قلت ايه؟ يا جمالات مش عايزة اتجوز. لا، هتتجوزي غصب عنك. ايوه زي ما بتقول هتتجوزيه غصب عنك. اتجوز غصب عني عشان ايه؟ عشان اجيب 11 عيل ما لاقيش اوكلهم؟ اتجوز غصب عني عشان اعيش العمر كله في نقار ونكد مع العيال وجوز بيجيب 8 رغيف العيش بالكاد؟ اتجوز عشان ايه؟ عشان بدل ما جلابيتي يبقى لها رقعة واحدة يبقى لها رقعتين؟ والعيال الغلابة اللي هخلفهم ذنبهم ايه؟ هجيبهم في الدنيا دي عشان ايه؟ عشان ازود الجعانين والعيانين والحمير؟